طرحه مظبوطه يا ابننا، طرحه مظبوطه وجميله كده عشان انتوا جيتوا فجأة. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا معاكم سموره العمده للي مش عارفني على قناه يوميات امل ولوجي. طبعا يا حبايبي انا سموره العمده، تمام؟ وطبعا ديت يوميات امل ولوجي كلكم عارفينها طبعا، غني عن التعريف. امل يا جماعه هي طبعا راحت، هي طبعا يعني واثقه فينا واجت خدت مننا زبده، تمام؟ أيوة علشان وجبنه قديمه ووش ما شاء الله. اجت بتاخد الحاجات من الناس وبتنغش فيها، فلما جت طبعا هي فرصه ان انا اجيب منهم واشوف سموره واشوف معاهم بالمره ونشوفهم مع بعض كده يا جماعه. لا هي مش كان في نيتها تصوير ولا اي حاجه، بس طبعا انا قلت لما عرفت ان هي عندها قناه وكده فخلاص، يعني هي ست ربنا يرزقها، محدش بياخد من رزق حد يا حبايبي والله. بس انا اهم حاجه عندي ان انت تكوني صريحه، تقولي انا يا سموره عندي قناه وعايزه ايش، انا اقول لك او لا، تمام؟ عشان خاطر حبايبي اللي هيسمعونا، يعني عشان لان طبعا كتير قوي هيسمعون. طب ما انا اروح، طب انت فاهمه ازاي؟ يا جماعه والله انا فعلا جايه لها بالاستئذان عندهم، استاذن وجايه اخد منها زبده واللهم صل على النبي وحاجات اشتريها من عندها، تمام، من عند والدتها، وجيت طلبت منها اسلم عليها واصور معاها طبعا والاحترام، وهي استقبلتني في بيتها ونعمل ادب ونعمل احترام واحسن مقابله واحسن ناس. وعلى فكره جايين والله لاقيين الخير جدا. انا كنت عامله لكم كده ما شاء الله زي العسل، كل واحد بيجي برزقه وحياه ربنا. على فكره انا مش كان في نيتي اعمل كوكتيل خالص، انا كنت عاملاه من يومين سبحان الله وحياه ربنا، بس هي نوايا يا حبايبي، نوايا وارزاق، وبالف هنا وشفا لكل حبايبي. وطبعا انت نورتيني وشرفتيني يا ام منى، ومنى طبعا شرفتني، منى عسوله، ربنا يا رب يسترها هي واسماء والاء وكل البنات يا رب العالمين. تعالي يا لوجي، تعالي يا ست لوجي بقى عسوله وشعرها جميل، مش قادره اقول لكم على الجمال، بتخليني غير كده وارجع لذكريات الماضي واحن له. ماشي، انا كان شعري زي كده كنت عاملاه كريم. تعالي يا لوجي، مش قادره اقول لكم بقى، بس للاسف الشديد الضغط والحاجات اللي عليا يا اولاد خلت الشعر نزل اصلا. الحمد لله كل حاجه الحمد لله. واتمنى ان انتوا تدعموها وتخشوا عندها ان شاء الله، بتقدم روتينات محترمه، اهم شيء ان هي بتقدم روتينات محترمه وبتسعى على رزقها، وربنا يرزقنا ويرزقها جميعا يا رب العالمين. وبشكركم كلكم، وبشكر كل حبايبي اللي هيدخلوا من عندي على قناه يوميات امل ولوجي، وان شاء الله يا حبايبي تدعموها، تحطوا لها لايك كده عشان الفيديو يرتفع وناس كتير يشوفوها، ودايما كده يا رب كده في اتم الصحه والسعاده. كل سنه وانتم طيبين. وانا عاوزه اشكر سموره العمده ان هي استقبلتني في بيتها احسن استقبال والله العظيم، كرم واخلاق واهل كرم. وانا كنت عند والدتها الحاجه ام محمد ونعمل ناس ونعمل طبعا الفيديو برضه هينزل لكم مع الفيديو ده، والله اقسم بالله اخلاق، ومش هقول لكم على بيت العمده وبيت الكرم حقيقي قسما بالله، ناس محترمين. اول مره اجي عندهم قابلونا باحسن مقابله، كلنا وشربنا في بيتهم. بصوا انا مش قادره اوصف لكم، انا كنت باكل وبشرب وقاعده كاني قاعده مع اختي الكبيره مع والدتي، كانت مقابلاني استقبال بصراحه ما كنتش متخيلاه. انا قبل كده نزلت فيديو لسمسمه لاني كنت من متابعينها من زمان، وبشكر فيها من قبل ما اعرفها ولا اشوفها، وانا ما زلت لسه ما شفتهاش وما قابلتهاش. وبرده كنت من متابعين سموره، وبرده كنت اتكلمت في حقها من اسبوعين سمسمه مشغوله يا حبايبي فيديو برده، وقلت فعلا ربنا يرضى ربنا. انا كلمتها في التليفون، كنت بسالها على زبده وحاجات زي كده، وفعلا كلمتني بمنتهى الذوق والاخلاق، وانتم ممكن ترجعوا للفيديو وتشوفوه، تمام؟ فهي بالفعل انا قابلتها برده، كانت ونعمل ناس ونعمل اخلاق، ويا رب دايما يجعلها دايما في الخير، اللهم امين، ويوسع رزقها ويجعلنا سبب خير للناس يا رب العالمين، والناس كلها يا رب، اللهم امين. احنا ابسط مما احنا اقل من جناح بعوضه. الحمد لله ربنا يجعلنا كلنا يا رب سبب دايما في ارزاق بعض يا رب، اللهم امين. ويا جماعه والله ما حد واخد من رزق حد، بس كل ما هنالك اللي بتدوم الكلمه الحلوه والعمل الصالح لا اكتر ولا اقل. ادعوا لهم بقى ربنا ييسر لهم طريقهم لانهم ما اتاخروا، الجو الدنيا المغرب والله انا قلقانه عليهم على الطريق، يعني انا بصراحه قلقانه مش عارفه المواصلات، ربنا معاهم بقى ان شاء الله. راجعين جمصه يا جماعه، دول نرجع بالسلامه ان شاء الله يا رب باذن الله. احنا بقى نروح نصيف في جمصه بقى ونقعد عند اختنا براحتنا. انا كنت والله على دماغ الشرفين، انا على فكره كنت برضو رديت على نرمين لما كانت بتصيف، حبيبتي ربنا يا رب يبارك لها في عيالها يا رب ويخليكي وما تحرمش من ذوقك، ربنا يجعله عامر بيكي يا رب العالمين، وبولادك وبناتك وتسطريهم ونحضر فرح اولادك ان شاء الله باذن الله، باذن الله، امين يا رب العالمين. ويا رب يكون زياره تخف على القلب والله العظيم. على فكره اقول لكم على حاجه، انا لو مش عايزه استقبل حد انا انسانه صريحه، بقول لفلان ما تجيش، لا هي استقبلت فاهمني؟ اما انا لا يعني الهدف، لا قصدي ان انت مش هتحطيني
امام الامر، لو انا مش مستخفيه زي انت مش هقول لك تعالي، لان انت مش جبراني. اكيد طبعا. فانا انت على عيني وعلى راسي، منك وشريتك الارض شريك على راسي. ربنا يبارك فيك، تمام؟ ما تحرمش منك والله. ولا من مقابلتك، انت محترمه. وبعدين انا لو مش هجابلك انت، اجابل منى واجابل لوج. ما تحرمش منك يا حبيبتي، ربنا حبيبتي يخليك. الست ام محبه ايه، اسلام يا اسلام تسلم عليا عليا وليه؟ الصوره يا جبنا باللوك. خدينا صوره يا منى انا وماما. ونسلم الاول بعدين حبيبتي وتوصلوا بالسلامه ان شاء الله يا رب العالمين. اشوفكم بقى ان شاء الله كده يا رب كده دايما في فيديوهات جديده، ويا رب دايما تعجبكم. يلا مع الف سلامه. مع الف سلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صباح الفل على عيونكم، يا صباح الأنوار، وأحلى صباح على عيونكم يا أحلى متابعين في الدنيا. يا رب يسعد صباحكم ووسع أرزاقكم ويجعلكم من الصالحين الفالحين وعلى الله متوكلين. احنا كنا عند ماما النهارده كده، قلنا نعمل شوية عجين حلوين كده نخبز كده مع بعض عيش فلاحي كده ما شاء الله اللهم بارك. فصراحة أنا كان كتفي وجعني شوية، فأمي قالت أنا هعجن العجينة، فما هنش عليا تعجنه لوحدها، فقلت اساعدها شويه برضو. ما هنتش على منى بنتي ان انا اعجنه وانا كتفي بيوجعني، راحت داخله تكمل عجين هي. يلا الحمد لله الحمد لله. طبعا ربنا يعيننا ويعينكم ويعين امه محمد يا رب ويعين الناس كلها اللهم امين. فانا جيت والله بقالي تقريبا يجي شهر اهو ما جيتش عند امي، فلما جيت بقى انا جيت النهارده انا واولادي كانوا بيستنونا والله بصراحه، هما كانوا عندنا اول امبارح وكانوا مستقنونا يعني بقالنا فتره ما جيناش يعني. فالمهم الحمد لله ربنا كرمنا كده وجينا النهارده. كان احنا متفقين ان احنا هنقعد ماشيه هدهتي، كنا احنا متفقين احنا نخبز سوا مع وسام، كنا متفقين مع بعض ان احنا نيجي نخبز عندها ان شاء الله. فالمهم بقى هي جابت دي ذره، اشترت دي ذره علشان خاطر بيخلي العيش حلو. حطت بقى طبق دي ذره على طبق دقيق سن، على الدقيق بقى القمح اللي انتوا شايفينه ده والملح والخميره، ودفينا الميه. وبعدين هي طبعا ما هنش عليها ان انا اعجن، طبعا كان كتفي بيوجعني وانا صراحه والله ما هنش عليا برضو ان هي تعجن لوحدها برضو يعني تهبط. فعجنت شويه وبرضو سبحان الله زي ما انا ما هنتش على امي ما هنتش عليا، انا ما هنتش على منى بنتي يعني ان انا اعجن وانا كتفي بيوجعني. فرحت منى الله يسترها ويصلح حالها يا رب. اول مره منى بنتي تعجن على فكره، ما كانتش بتعرف تعجن خالص، ولا صراحه عمري ان انا وجهتها العجين ولا حاجه زي كده. فهي جت ما شاء الله يعني على قد ما عرفت عملت، على قد ما عرفت انها تعجن عجنت بصراحه يعني. فربنا يسترها ويستر بناتكم ويستر بنات الناس كلها يا رب اللهم امين. واحفظ ولاد كل امه محمد يا رب، ووسع ارزاقنا وارزاقكم وارزاق الناس كلها. انا بشكركم كل الناس حبايب قلبي اللي دخلوا عندي في القناه، بشكركم قوي قوي من كل قلبي بصراحه، نورتوني وشرفتوني. ويا رب كده يديمكم نعمه في حياتي ونعيش دايما اخوات وحبايب يا رب اللهم امين، سالمين غالمين وعلى ربنا متوكلين اللهم امين يا رب. مفيش احسن من الطيب والمعروف والكلمه الطيبه، ولا بيدوم الا الخير والمعروف والكلمه الحلوه. اهي منى بنتي بتعجن اهي، شوفوا بقى عجينها واضحكوا لما تشبعوا على العجين. خدوا بالكم امي قعدت تضحك وتقلس عليها بصراحه اول مره تعجن وما بتعرفش تعجن ولا حاجه يعني، كتر خير. شفت حتى بصوا بتعمل ايدها ازاي، يعني ايدها تيجي نازله في العجين تروح ايدها لفه كتر خيرها على قد ما عرفت يعني، كتر خير. طبعا انتوا عارفين السطح ده، احنا طلعنا على السطح اهو. كانت ابتسام مرات اخويا الله يصلح حالها ويرضيها ويرضى عليا يا رب، لما عرفت ان انا جايه راحت طالعه بقى ده بحالنا وطبخت لنا. وبعدين بقى جابت لنا الاكل على السطح، احنا عجننا وخدنا العجين بتاعنا وطلعنا قعدنا على السطح. فعبال ما العجين يخمر بقى كانت حمرت ووضبت الغدا وجابت لنا الاكل على السطح اتغدينا. طبعا ده الفرن ده بالقش زي ما انتوا عارفين او بالوقيد، بتحط له خشب، بتحط له قش، بيتحط له اي حاجه. الفرن دوت بتولعي بيها يعني، فرن البلدي شايفينه. انا بحب قوي قوي عيش الفرن البلدي، وامي من عشاق الفرن البلدي بصراحه يا جماعه. طبعا انتوا عارفين ان الغاز غالي وحاجه زي كده. الانبوبه لو خبزت عليها خبزتين من دي بالظبط او خبزه وشويت عليها السمك مره ولا اتنين كل سنه وانت تبقى خلاص الانبوبه خلصت. شايفين العيش بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي اللهم بارك.
بألف هنا وصحة يا رب الكل اللي يشوفه، ألف هنا وصحة اللي ياكل منه، اللهم امين. انا بحب جدا اي حاجه في الفرن البلدي، انا بحبها، خبزنا فيه، عملنا فيه صواني، عملنا في اي حاجه، سبحان الله الفرن البلدي له ريحه وطعم تاني. فقعدت بقى طبعا اتغدينا، ابتسام جابت لنا الاكل بقى، اكلنا واتبسطنا على السطح، شالت الصينيه وطلعنا اكلنا على السطح عبال ما العجين خمر، كنا احنا اتغدينا. وبعدين بقى امي بقى حمت الفرن، والحمد لله كده ربنا كرمنا وقرصنا وخبزنا زي ما انتوا شايفين. قاعده بقى ابتسام مرات اخويا اللي بتخبز في العاده دي وانا ومنا بنتي بقى بتصورنا، وشويه تقعد تخبز كده يعني. وانتوا طبعا عارفين امي بقى، امي اللي قاعده قدام الفرن دي، يا رب يشفيها ويعافيها وينورها لها وينورها لامهاتكم يا رب، اللهم امين. ادعوا لها ربنا يشفيها كده ان شاء الله يا رب، ونور لها بصيرتها يا رب العالمين. مشكله عينها دي والله فعلا من قبل ما اخلف لوج بنتي، وهي كان ربنا يعافيكم ويعافي المسلمين، كان جالها نزيف على الشبكيه، فعانت كتير، كمان هي مرضى قلب وسكر وحاجه زي كده يعني، فعانت كتير بسبب الموضوع ده. عمل كام عمليه، وكل فتره كده برضو ما فيش فايده يعني، الحمد لله تعمل ليزر حاجات زي كده. فالحمد لله يعني متحدد لها العمليه، كانت عامله اخر ليزر ما كانت عندي من 10 ايام او حاجه زي كده، فهي اخر عمليه ان شاء الله باذنك يا رب، ان شاء الله يا رب ادعوا لها تكون فعلا اخر عمليه، وربنا يجعلها ناجحه عليها يا رب ان شاء الله. المفروض انها الاسبوع الجاي بامر الله، بامر الله يعني، بس ربنا يستر بس، ويكون يعني يكون فعلا الميعاد الاسبوع الجاي، ما يكونش لسه يمطوحوها تاني وحاجه زي كده يعني. هي بتروح بتتابع في دمياط دلوقتي في مستشفى دمياط، فربنا يجعلها يا رب بفايده، اللهم امين. طبعا نرجع لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب قناه تكون قناه حلوه تعجبكم، اللهم امين، ويكون فيديوهاتي كلها خفيفه على قلوبكم. وهقول لكم قبل كل شيء متنسوش تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراط المستقيم، وعلى أقل حق قدره ومقدار العظيم. شايفين العيش البلدي بسم الله ما شاء الله تبارك الله، شايفين شكل العيش عامل ازاي، اللهم بارك اللهم بارك. اي نعم هو الفرن صغير، يا دوب ياخد شقه بشقه كده يعني، يا دوب الفرن البلدي دوت بتاع امي، الفرن ده صغير، شايفين هو صغير اصلا يعني، بس كتر خيره بيقضي الغرض يا جماعه، هو بياخد شقه بشقه، احنا ممكن نطول شويه في الخبيز، لكن هو على قد الفرن يعني، بياخد شقه بشقه يا دوب يعني. بس بسم الله ما شاء الله بيطلع لك رغيف عيش يتاكل حلو ما شاء الله، اللهم بارك يعني. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذكروا الله وصلوا على الرسول، ويا ريت يا جماعه كل اللي يشوف فيديوهاتي يشترك فيها ويفعل الجرس علشان ان شاء الله يوصلوا مني كل جديد بامر الله. واي حد من طرف سمسمة العمدة، من طرف سمورة العمدة، من طرف الحاجة ام محمد الحاجة نصرة، شرفتوني ونورتوني، ويا رب يجعلكم كده دايما مستورين، ويا رب ومن السعداء، اللهم امين. شرفتوني ونورتوني بجد بجد في قناة البسيطة الصغيرة المتواضعة دي، ربنا يبارك فيكم ويوسع ارزاقكم، وقناة تكبر بكم ان شاء الله بفضل ربنا وبكم باذن الله، باذن الله يا رب، اللهم امين. وكونوا سبب دايما كده في رزق لينا وفي ولادنا يا رب العالمين. طبعا شايفين رامي بن اخويا قاعد فين؟ رامي بن اخويا قاعد على السور وامه خايفه له على ايه رامي بن اخويا شايفينه قاعد على السور فوق فين، وسمرة اخويا خايفه له على عيش يبهدل الدنيا ولا يتعور قدام الفرن، فعماله تستحلف له بقى كل شويه هعمل فيك وهسوي فيك وما يجي ابوك هقول. ربنا يهديهم ويهدي ولادكم يا رب، ويهدي امه محمد، اللهم امين. طبعا بيبقى يوم الخميس ده بيبقى يوم جميل بقى، نقعد نضحك ونهزر ونمسك بقى العيال بقى مقلسه ونقلس على ده ونعمل على ده، المهم ان احنا نضحك ونقلس على نفسنا بنفسنا، لكن لا نجيب سيرة حد ولا ندخل حد في حواراتنا ولا اي حاجة من الكلام ده كله، ودي اهم حاجة، دي اهم حاجة، تبقى دايما قعدتنا على سيرتنا احنا وبس، لا بندخل حد في موضوعنا ولا بنجيب سيرة حد ولا حد بتدخلنا في حوارات، الحمد لله والشكر لله يعني. فانا عاوزه اقول لكم يا جماعه فعلا اي حد من طرف الحاجه نصره الست الكريمه المحترمه، ست الستات بجد والله، انا لو قعدت فعلا من النهارده لما السنه الجايه اشكر الحاجه نصر، الحاجه ام محمد زوجة العمدة، او والدة سمسمة العمدة، والدة سمورة العمدة، والدة نرمين، طبعا الست دي انا مش هقدر اوفيها حقها في الواجب اللي عملته معايا، كان اول مرة في حياتي اشوفها واتعرف عليها، بس بجد بجد يا ست الستات عملت الواجب بما يرضي الله.
وقدمت لنا الخير واكرمتنا، ربنا يكرمها في صحتها وعافيتها يا رب، وبارك لها في عيالها اللهم امين. ابتسام مرات اخويا بتقول لكم اعملوا لايك يا جماعه، اعملوا لايك. بودي بيقول لكم اعملوا لايك. عبد الرحمن بن احمد اخويا بيقول لكم اعملوا لايك. فبصراحه هي عملت معايا جميله حلوه قوي قوي، لان انا فعلا زي ما قلت لكم ان انا اول مره كنت ادخل بيتها، كنت رايحه اشتري من عندها زبده. ست امينه نظيفه، ست الستات من الاخر يا جماعه، مهما وصفت لكم فيها هي ست الستات حقيقي. فربنا يبارك فيها ويسعدها يا رب، كريمه كريمه جدا في بيتها وفي حياتها، ربنا يوسع عليها ويرضيها. والعمده بصراحه بجد بجد الله يبارك له ووسع عليه ويرضيه، دخل سلم علينا ووجب علينا، وبصراحه بقى محتار ان هو يقدم لنا واجب ازاي. فعلا فعلا ونعم الناس، والله والله فعلا العمده ده سيد الناس. ليه؟ راجل محترم، اخلاق، في كل الصفات الحلوه. كفايه تدخلي بيته في سلام وامان وتخرجي منه في سلام وامان وانت راضيه ومرضيه ومبسوطه، وربنا راضيكي منه ان شاء الله. ربنا يوسع ارزاقكم جميعا ويكبر خاطركم. شرفتوني ونورتوني، وفي فيديو جديد نتقابل باذن الله، ومع الف سلامه.